إيه اللي ممكن يحصل لو ربنا عيالنا؟ عايزين نتخيل كده، أنت رايح نادي رايح عشان تهدّي أعصابك وكل حاجة حلوة، فجأة اللي بيشد الكرسي بيجره كده بالبطيء لحد ما يقعد، فجأة الطفل اللي بيصرخ في ودنك، قاعد في جنينة في حديقة عامة يعني، اللي بيلعب كورة هيخبطها في وشك أو هيخبطها في نضارتك، برضه أنت ماشي في الشارع الألفاظ جميلة حواليك من كل ناحية، فين الأهل اللي بيقولوا ده عيب؟ فين الأهل اللي بيقولوا ده حرام يا حبيبي، عيب يا حبيبي ما تعملش دوشة الناس قاعدة، وطي صوتك، الأهالي دي راحت فين؟ ليه رامين عيالكم كده؟ ليه مخلين عيالكم طالقينهم كده ومخلينهم وانتوا قاعدين في مكانكم بيجيلكوا ذنوب بالهبل، لو عايزين تروحوا النار استمروا في اللي انتوا بتعملوه. انت المفروض دلوقتي بتربي ابنك عشان خاطر على الاقل ما يبقاش مؤذي، انت بتخليه بتحوله شخص مؤذي. انت يعني هو قرار اناني جدا بصراحه موضوع الخلفه وانتوا مش فايقين تربوا، بس خلاص انتوا بالفعل خلفتوا. نربي بقى، اكيد مشغولين طبعا في الحياه ومشغولين في الفلوس ومشغولين انا فاهمه ما ينفعش تخلي ابنك ده مصدر لازعاج حد. اي حد اعصابه تعبانه، اي حد خارج عشان يشم نفسه، اي حد مصدع، انت تخلي ابنك مصدر لازعاجه. مع الاسف ما عادش عندنا طاقه نقول يا حبيبي احترم نفسك، يا بابا بطل صويت، يا حبيبي الكرسي ما بيتجرش كده، يا حبيبي في حاجه اسمها مفيش يعني. ما عدناش احنا بنقول لبعض كده، ما عدناش احنا يعني بنفكر بعض بالحاجات الحلوه. احنا كل اللي نعرفه برضه هعيد كلامي تاني، كل اللي نعرفه ان احنا بنفكر بعض، انت حجابك فيه غلط، انت دقنك دي المفروض تطول شويه، انت لابس نص كم، ده اللي احنا بنعرفه عن الدين. استغفر الله العظيم يا رب، الاسلام عظيم واركانه كتيره وجميل، ده كل اللي احنا نعرفه. لكن زمان لما كنا نفكر بعض، لا انت كده بتكذب، اللي بيكذب بيروح النار، لا يا حبيبي عيب كده، هو تسكت، ما عادش مفيش طاقه نقول كده مع الاسف، مفيش طاقه. بس اشمعنى ما حدش بيشتكي من عيالك يبقى انت خلاص ده انت كده روحتي؟ والله بنقعد ندعي عليكم لحد ما تروحوا بيتكم، قالوا يخرب بيت اللي جابوكوا، يخرب بيت اللي خلفوكوا، يخرب بيت اللي ربوكوا، لعنات لحد ما تروح. لان انا مثلا نازله دماغي مصدعه، لا بروح بقى دماغي قد كده، المفروض اروح اشم نفس، المفروض اروح اشم نفسي، اروح اشم هوا. انا المفروض حد بقى شاب برضه، تخيلوا برضه حد كبير في السن، فعلموا عيالكم انهم يحترموا في الاماكن العامه، يبقوا محترمين، يحترموا الناس اللي حواليهم. لو بيلعبوا في حديقه عامه، حاجات بسيطه اهي يعني مش بتدخلك في اعماق التربيه بعد الشر. في حديقه عامه، لا يا حبيبي ما ينفعش ترمي الكره بعيد، في ناس قاعده، تعالى العب هنا، زي اهالينا كانوا بيعملوا زمان، تعالى العب هنا وطي صوتك، كانوا بيعملوا كده وهم كانوا مشغولين ووراهم كل حاجه. ان هم عارفين برضو زي ما هم المفروض بيعلموا، المفروض هم بيربوا، انت مخلفه وربنا هيقول لك يعني ربنا هيكافئك على اساس تربيتك لعيالك. لو كمان للاسف يعني قول دي مثلا، لو فرضنا ان دي واحده مش فاضيه تربي عيالها، ودي على فكره ميزه كويسه جدا، انت مش فايقه حتى تربيهم ولا تقول لهم الصح من الغلط، ماشي. في اهالي بتبقى طالقه عيالها وفرحانه، يعني فرحانه بتاذي الناس اللي حواليها، سايباها تصوت، في كده جزء من جواها انتقامي كده اللي هو يلا غلس على الناس دي. انتوا ناقصين ذنوب، ناقصين، ربنا الاعلم بيكم. طبعا الذنوب عامه يعني، عارفه طبعا ان هي الذنوب برضه رايحه في اتجاه واحد برضه، اكيد ما دام انتوا بتقروا القران وبتصلوا يبقى انتوا اكيد داخلين جنه حتف. اي اذى تاذيه لاي بني ادم ده ذنب كبير. يا ريت يا جماعه تربوا عيالكم حتى على الحاجات البسيطه دي، شكرا اسف في ناس قاعده، عيب يا حبيبي ما ترميش الزباله قدام طنط هنا، يعني في عيال احيانا ممكن كنت قاعد كده اهو يجي رامي الزباله في وشك. تعلموا من هو الرحمه بالحيوان، ما يقعدش يجي ورا الكلب، وبعد كده الكلب لما يتسعر ويعضه يبقى الكلب ده اتجنن بقى مسعور. ابنك هو اللي مش مظبط نفسيا، تعلموا عيالكم، مش هيحصل حاجه، مفيهاش مشكله، مفيهاش حاجه غلط. ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش هيحصل حاجه لو علمتي ابنك ان هو يحترم اللي اكبر منه، ان هو يعتذر لما يغلط، ان هو يقول شكرا. ده مش ضد القوه، ان هو يكون قوي، بس لازم يكون بني ادم. انت لو ربيتيه على الافتراء وان هو بقى متخلف عقليا كده، هيجي المتخلف الاكتر منه، لان للاسف العقليه دي عقليتك دي موجوده في معظم الامهات.
فما تخليكيش شخص مؤذي لو انت دلوقتي مش متظبطه نفسيا. ومش قصدي حاجه غلط على فكره، انا عارفه ان الضغوط تخلي الواحد فعلا مش مظبط ويبقى عدواني. انت لو كده ما ينفعش تخلي ابنك كده، مش قوه على فكره. في فرق بين الافتراء والقوه. لازم ابنك يكون طيب قوي، وبما ان هو كده كده هو بيحاول، فخليه يكون طيب، يكون انسان على الاقل. مش هيحصل حاجه خالص لو ربيتوه، مش ضرر. احنا فعلا حسينا يعني اهميه الحديث بتاع الرسول، اللي الام اللي بتبقى فعلا قاعده مربيه بتربي عيالها، دي كانها مجاهده في سبيل الله، قاعده مركزه في التربيه. مش قصدي اللي هو الاكل والشرب والتعليم، انا قصدي التربيه. لان فعلا ده بيأثر على المجتمع. احنا ما كناش حاسين بالكلام ده، كان امهاتنا بتعمل الموضوع ده بشكل تلقائي، اللي هو عادي، انت مش حاسه ان لهم ايه، عادي يا حبيبي وطي الصوت، انت مش حاسس بالموضوع، مش حاسين بالازمه. بس للاسف لما كبرنا مع تجاهل الامهات لتربيه عيالها، حسينا فعلا ان لازم، لا لازم العيال تتربى. حسينا فعلا بأهمية الحديث ده، فعلا قد ايه مؤثرة ومهم قوي انك تربي عيالك، قد ايه انت بتخلي ابنك مش مؤذي. حتى انا بتكلم في الذوقيات، في السلوكيات العامة، مش بكلمك على بعد كده في التخطيط المستقبلي، وان هو يبقى طيب ولا هتخليه قوي، ولا نفسك تخليه عامل ازاي، شخصيته عاملة ازاي. انا بتكلم في الذوقيات حتى العامة. يا ريت يا ريت تربوا عيالكم، ده شيء جميل. تربية حاجة حلوة خالص، تبقي مبسوطة، تروحي كده من البيت هتبقي مبسوطة، تحسي ان انت ربيتي. هندعي لك، او على الاقل مش هندعي عليك. ماشي. والكلام طبعا للأم والأب، التربية مش مسؤولية الأم بس. ماشي. زي. سلام.